اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم دايما مهنيين وبصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله رايحة نشارك معكم حلوى جافة اقتصادية ورقية بمكونات بسيطة جدا، وتجي تذوب في الفم والبنة تاعها ما شاء الله. تابعوا معايا الفيديو حتى للأخير باش تتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. درت هنايا في الغيسيبيون زوج حبيبات بيض، زوج حبات، ودرت معاهم رشة تاع الملح باش يعدلنا الذوق، وكاس معمر تاع سكر غلاس، وكاس معمر تاع الزيت. الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، وزدت مغرفة تاع لافاني. وهنايا حكمت الميكسور وبديت ندرب ولا نخبط هادوك المكونات حتى تولي لنا كريميه، يعني الخليط تاعنا يولي كريمي على شكل مايونيز. ولا ما عندكمش الميكسور ديروها بالضراب الكهربائي. هنا درت لها ليكستري تاع المزهر، يعني مركز المزهر. هذا المركز راح يعطي لها واحد البنه خياليه، تتنحى لها كامل. ما تقوليش بلي مخدومه بالزيت، تجي يعني هشيشه وتجي بنينه، واحد الذوق ما شاء الله، يعني روعه روعه. جربوا هذا المكون. وهنايا درت كاس تاع المايزينا اللي هي النشا، وزدت معاها مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. ما تكتروش خميرة الحلويات باش ما يتبدلكمش الشكل تاع الحلوى الجافة تاعنا. من بعد هنا درت كاس تاع الفرينة، هذا الكاس الاول. وبيان سور كيما تعرفوا لازم الفرينة تغربلوها ولا تسيروها باش يدخلها الهواء وتجينا الحلوى تاعنا خفيفة. زدت هنا الكاس الثاني، وكما راكم تشاهدوا زدت صيرته. وهنايا هذا الكاس الثالث حطيته بديه، بديت نطم العجينه تاعي بلا سباتول. هنايا استعملوا لا سباتول يعني من الاول هكذا، في الاول استعملوا لا سباتول باش طموا العجينه هكذا. هنايا كما راكم تشاهدوا فيها راهي طريه وما زالت يعني ماشي حاكمه روحها. في هذه المرحله باش نزيدوا الكاس الثالث نستعملوا يدنا باش تعرفوا القوام تاع العجينه. هنايا بيدك تقدري تعرفي ولا كانت ناشفه ولا طريه. دونك هنايا نستعملوا يدنا فوالا، نطمو العجينه هكذا بهذه الطريقه. يعني تستعملي غير صوابعتك، يعني ما تعجنيش العجينه ديالك. فوالا كملت الكاس الثالث، يعني درته كومبلي فوالا، وطميت العجينه ديالي. دونك هنايا كما قلت لكم وذكرتكم العجينه ما لازمش تعجنيها بين يديك، كما راكي تشاهدي هنا مازالت شويه طريه. زدت لها يا ربي زوج مغارف تاع الفرينه. هنا كي تشوفوها طريه ويعني قريب تحكم روحها، ما تكثروا لها، زيدوا بين مغرفه 2 نتوما وتشوفوا القوام تاع العجينه ديالكم. وكما راكم تشاهدوا العجينه راهي طريه وما تلصقش في اليد فوالا هكذا، باش هنايا الحلوى الجافه تاعكم تجيكم خفيفه وهشيشه وتذوب في الفم. هنا حكمت العجينه هذيك ودرتها على شكل كويرات. تحبوا توزنوها ديروها بين 30 حتى ل 35 غرام، تحبوا تكوروها عينكم هي ميزانكم، لكم الاختيار. هنا كما شفتوا كورتها بين يديا، حطيتها في الكف تاع اليد وطبعتها بهذاك الطابع اللي يجي كي الشمس هكذا مدور. هنايا هاد الطريقه درت لكم واحد الطريقه يعني غير باليد هكذا، تحطيها برك في يدك وتطبعيها فوالا كيما راكي تشاهدي. وتقدري يعني تشكلي الكويرات كامل، تشكليهم كامل تحطيهم في البلاطو ديالك هكذا حبه مور حبه، وتطبعي ديريكتومون في البلاطو. وهنايا لك الاختيار، تخدمي الطريقه اللي تساعدك. تحبي تخدمي حبه بحبه، تحبي ديريهم هكا في البلاطو وتطبعيهم على جهه كما يقولوا، تطبعيهم دفعه واحده فوالا هكذا. يعني انت الطريقه اللي تساعدك
فوالا نحطوهم في الفرن يطيبوا على 180 درجه، وطيبوهم غير من التحت، ما تشعلولهمش من الفوق وتخليهم حتى ينشفوا. وكما راكم تشاهدوا نحيتهم من البلاطو، فوالا هكذا طابوا لي يعني ما شاء الله، يجوا حميمرين من التحت ومن الفوق يجوا يعني عادي بيوضه. وهنا درت هنايا يبقى لكم الاختيار، تحبوا ديروا درت معجون تاع فخاز، تحبوا ديروا المشماش، تحبوا ديروا كراميل، تحبوا ديروا شوكولا. هنا كل وحده واش عندها موجود في البيت، يعني تزينيها باش حبيتي. ودرت لها شويه سكر غلاس من الفوق للتزيين. فوالا وكما راكم تشاهدوا الشكل النهائي تاع هاد الحلوى الجافة. شوفوا يعني حلوى اقتصادية غير بالزيت، وتجي ما شاء الله تذوب في الفم. وكما راكم تشاهدوا قسمت لكم حبة جات يعني تذوب في الفم، تجي هشيشة خفيفة ما شاء الله. واذا عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بلي جام ولي كومونتير، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل الجديد، وهذا فضلا وليس امرا. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهده، نلتقي باذن الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.